نادي الزمالك هيلعب الماتش اللي جاي. اللي جاي مم. ده هيتوقف عليه كلام كتير جدا جدا. لو يعني لو لعب. نادي الزمالك صاحب مبدأ، يعني هو صاحب موقف دلوقتي هو واقف عليه، محتاج ان هو يكمل فيه للاخر، ولا هو يجي عند ماتش النادي الاهلي وهيقول لك لا انا بالنسبه لي، لان انت كنت ممكن تعترض في كده في الماتش اللي قبل ماتش الاهلي، قبل كان ماتش عندك الأهلي. قبلها ب4 ايام انت صح. كنت بتلعب ماتش. صح. تمام. ده ماتش كان ماتش فاركو. المصري غالبا، فاركو هم لعبوا المصري، المصري حصلت بعد كده المشكله بتاعت فاركو، المصري، وبعد كده عندك فاركو. ماتش الاهلي. ماتش الاهلي. طب ما صح. انت من الاول ما انت عارف ان الاهلي عنده مؤجلات، ولا انت جاي صح. قبل ماتش الاهلي تعمل الاسلوب الضغط ده؟ لان هم مارسوا اسلوب الضغط ده لما خدوا الدوري سنتين ورا بعض. في السنه الاولانيه بالذات الاهلي كان عنده مؤجلات كتير جدا، دوري الكورونا والدوري اللي بعده. بالظبط كده. الاهلي كان عنده مؤجلات كتير جدا جدا، بس احنا اعتقد دوري الكورونا احنا دوري الكورونا احنا خدناه، قصدي اللي هو الدوري اللي بعد بالظبط النهائي كده، القاضيه. بالظبط. أيوة التراكمات بقى من عند بالظبط. دوري الكورونا صح. جدع. فالفكره كلها ان انت لما الاهلي وده كان حق الزمالك، ودي حركه كانت ذكيه